هل هي الماسونية ولا روتشيلد ولا منظمة خفية؟ تفتكروا مين اللي بيدعم مجتمع الألوان؟ ومين هو المتحكم في العالم ده؟ وإزاي قدر يسيطر على العدد الكبير ده سواء من الناس أو الدول؟ وإيه الفايدة من نشر فكرة مجتمع الألوان؟ فدايما هتلاقي سؤال، مين المتحكم في ده؟ وليه بتدعمهم الدول والشركات الكبيرة والبراندات؟ وقبل ما نبدأ موضوع حلقة النهاردة محتاجين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس عشان كلنا نفهم إيه الحكاية، فما تكسلش تعمل شير ويلا بينا نبدأ حكاية النهاردة. مين المتحكم في كل ده؟ ناس كتير بتقول إن هي الماسونية، وناس تانية بتقول روتشيلد، وناس هتقولك أمريكا. السؤال ده هتلاقي ليه إجابات كتير جدا، بس لو جيت بصيت هتلاقي إن ممكن يكون التلاتة متجمعين في كيان واحد، وده هنلاحظه لما نلاقي أكبر شركات الأدوية وأكبر براندات وأكبر شركات الإعلان والميديا وكمان شركات الطيران وحاجات تانية كتير. لكن شركتين بس هم اللي ليهم أكبر نسبة استثمارات فيهم وهم المتحكمين بشكل أكبر، والشركتين دول هم شركة فانجارد وشركة بلاك روك، أكبر شركتين في مجال الاستثمار وتقديم التوصيات وإدارة الأصول. وتقدر القيمة التسويقية لشركة فانجارد 7 تريليون دولار وشركة بلاك روك 10 تريليون دولار، أرقام كبيرة جدا تقدر بميزانية الدول. وتقدر ترجع لجوجل في كل ده، بس نسيت أقولك إن حتى جوجل وميتا وتويتر الثلاث شركات دول ليهم أسهم كبيرة جدا فيهم. يعني بمعنى أصح الناس دي بتتحكم في أسعار الأكل والشرب وبتتحكم في أكبر الشركات، تقدر توجهك لأي حاجة من خلال مجموعة أخبار فيها مصالح شخصية ليهم، والأفكار دي طبعا بتدعم الأجندة بتاعتهم. طب تعالوا بسرعة نعرف أكتر عن الشركتين اللي اتكلمنا عنهم. أول حاجة شركة بلاك روك، هي شركة لإدارة الأصول، فبتقدر من خلالها تعرفك أفضل الاستثمارات وإزاي تقدر تشتري أصول وتستثمر فلوسك. وفي دول بتتعاون مع شركة بلاك روك عشان تساعدها، وأكتر من 70 مكتب، ده غير مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص أصحاب الريادة في العالم بتساعدهم في الاستثمار. وطبعا الشركة شركة أمريكية متعددة الجنسيات وتأسست سنة 1988. وشركة فانجارد هي نفس الفكرة، شركة لإدارة الأصول والاستثمارات، وهي نفس فكرة شركة بلاك روك بس دي تأسست قبلها ب5 سنين. فشركتين زي دول بيتحكموا في ثروات معظم أغنياء العالم، غير إن الشركات دي زي ما بتساعدك تستثمر هي كمان بتستثمر، وبسبب كده قدرت تستثمر في أكبر براندات وشركات ومنظمات بسبب إنها بتتدخل في مجالات البيئة ومجالات تانية كتير. ففكرة السيطرة على العالم هتكون سهلة من مكانهم، وإن الناس دي تقدر تنفذ أي خطة من خلال سيطرتهم على فلوس سكان العالم وشركاتهم. فكلنا عارفين دايما إن الفلوس بتخليك تعمل أي حاجة، وعشان كده دايما بتشوف الشركات الكبيرة بتدعم مجتمع الألوان، هي والبراندات والدول والمنظمات، كل حاجة حواليك بتدعمهم. طب هي ليه الناس دي بتعمل كده؟ تعال أقولك. فكرة مجتمع الألوان هي فكرة مختلفة عن الفطرة بتاعتنا، وهي زوج وزوجة. طب هي إيه أهم فوائد الجواز؟ الإنجاب والتكاثر، فيفضل المعدل الطبيعي بتاعنا وتفضل البشرية مستمرة لحد أجل مسمى. بس الناس دي دايما بتدور على حاجة اسمها المليار الذهبي، فوصل ليه إزاي؟ أول حاجة اعمل حروب كتير واعمل جماعات ومنظمات وادعمهم. تاني حاجة اعمل لي كام فيروس على كام مرض ملهمش علاج مع إن ممكن يكون علاجهم موجود. طب كده حلو قوي، الناس بتموت بس في نفس الوقت بيكون في إنجاب وتكاثر أكتر، فاحنا كده عملنا إيه؟ يبقى تعالى نبوظ عليهم الفطرة ونبعد أهم أطراف الإنجاب، الزوج والزوجة، ونخلي فكرة مجتمع الألوان فكرة قوية وادعمها بكل حاجة محتاجاها، وبكده اللي هيموتوا أقل من اللي هيتولدوا، فيقرب بشكل كبير من المليار الذهبي. وعشان كده هيفضلوا دايما يحاربوا الأديان والأشخاص اللي مش بتساعدهم على تنفيذ الأجندة دي. احنا كده وصلنا لنهاية الموضوع ده، وهو جزء بسيط من موضوع كبير قوي. لو عاوزيننا نكمل تقدر تكتب ده في الكومنتات، وما تنسوش الشير واللايك وفولو للبيج واشتراك لقناة اليوتيوب.